تعالوا النهارده بقى بما ان احنا في شهر طوبة كده، كل سنة وانتم طيبين. وفي مننا كتير بيبقى عايز يفرز كده او يخزن الزبدة. تعالوا النهارده هقول لكم ازاي تعرفي الزبدة المغشوشة من الزبدة الحلوة، وهل فعلا في زبدة بلدي، وفعلا الزبدة المزارع بتبقى عاملة ازاي او المخلوطة بتبقى عاملة ازاي. في الفيديو دوت يا جماعة هوريكم كذا حد عنده زبدة. احنا فين؟ احنا في سوق الخميس اللي في الرماية عند مساكن الضباط. فلايك وشير وسبسكرايب، ويلا كمان هنشوف اسعار الجبنة واسعار اللبن واسعار كمان المش، كل اكل الفلاحين الجميل اللذيذ اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنه هنشوفه. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. بكام الجبنة اللي عندك؟ بكام الجبنة يا روحي؟ ها؟ بكام الجبنة؟ ب70. وعندك زبدة؟ معايا زبدة مزارع كام بلدي؟ زبدة ايه؟ بلدي خلاص كانت بكام طيب؟ بكام؟ حبيبتي دلوقتي انا معايا زبدة ايه؟ انا بحطها من 90 جنيه دي؟ زبدة ب 90. اخر حاجة تفكر فيها حطي يا حبيبي. لا ساعات بقى هي شهر فكر فيها الفلوس، فاهمة؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. اهم حاجة الحاجة اللي انا جايب الزبدة النهارده بيعها ب 250 و240، مش كل الزبدة. لكن بقول لك دي ب 90، يعني لو واحدة زبونة لسه جديدة عندي ومثلا واحدة ما عندهاش من عايزة زبدة حار. صح. انا بكلمك عن برافو عليك. يعني الزبدة البلدي بتجيلك بالطلب؟ انا يا حبيبتي صدق بالله ما تعرفها لما تسحق لازم نفسي بقل منها، والله ما بقل اللبن، قسمت لك بالله ما بقل اللبن. صح من الاصطناعه والله جميله لدرجه مش هتعرفها لما تسيحيها. باذن الله وبن بتاع الناس ربنا اولا مرمله وطعم وترميله ومرجه زي البلد، قسمت لك بالله مش هتعرفيها الا لما تسيحيها، والله ما هتعرفها لما تسيحيها، والله ما هتعرفها لما تسيحيها. انا ذات نفسي بقل منها، والله انا ذات نفسي بقول لك بقل منها. والبيت بكام عندك طيب؟ 5 تسأل عني في السوق. لا الشكل باين عليك يا قمر. والثوم ده بكام؟ 50. وفعلا الست دي صادقة جدا، وقالت لي ان الزبدة اللي معاها زبدة مزارع. هي كانت خلصت الزبدة البلدي كانت عندها ب 240 و 250. فبصراحة كان كمان في ناس واقفة وبتاخد منها، وقالت لها لو فيها اي حاجة ترجعها لي. تعالوا كمان هقول لكم هل فعلا في زبدة مغشوشة ولا لا. فتعالوا نسمع كده الست التانية. نعرف اسعار الجبنة والبيض من احسن الفلاحين في سوق الخميس. 70 جنيه. تعالوا يا جماعه النهارده وهنعرف اخبار عن الزبده. دوقي زبده دوقي. ماشي. دوقي يا قلبي. ماشي. زبده ومعايا زبده صفرا كمان لو عايزه لبن معايا. نعرف بقى الزبده الحلوه من المغشوشه ازاي. كلمينا بقى عن الزبده المغشوشه اللي احنا بنشوفها اليومين دولت، ان ريحتها مش زي زمان. هو الجو عمال اصلا اتغير مش زي الاول، مش 7 ده. لا باشا انا والله حبيبي تخيل مش زي الاول. بقى الزبده دي بص كريمي عامله ازاي، بصوا في ايدي عامله ازاي جميله زي الزبده دي. اعرف الزبده اللي بتسيح كده دي اللي هي الزبده المزغبنه دي مغشوشه، اللي هي ايه اللي بيزغب فحم وكفحم. ايوه ما هو ده انا عايزه تكلميني بقى وتقولي لي. زي اللي صحه دي كده ما فيهاش مزغبين من جوه. دي مش مغشوشه. تمام دي مش مغشوشه. ايوه عارفه ان هي لكن الكريمي اللي بتسيح معاكي دي اللي بتسيح كده زي الكريمه دي حلوه.
اه دي اللي حلوه دي. اه اه لا يا ام محمد. ايوه انت بقى كلميني انت بقى وقولي لي. فايزه غبيه يا ام اه محمد. لا فايزه والله. اه ايوه كلميني، علي صوتك بس، علي لي صوتك عشان مش عايزه اجيبك، بس علي لي صوتك كده، خلصي وعلي لي صوتك. اه البلدي سايحه. لا دي سايحه عشان هنا في الجو اللي يا امي نظيفه بتبقى حلوه، بتبقى بتبقى اكتر حته مقبوله معاها. النعم اللي هي المغشوشه بتلاقيها ايه السياحيه تلاقيها ملهاش ريحه. اه تلاقيها تغلي جامد على كده. دي بيبقى دي اللي هي بتاع المزرعه اللي هي ام 50 جنيه و70 جنيه، بيبقى هم بقى على اساس ان هي بلدي، على اساس ان هي صح كده؟ اه يبقى على اساس ان هي بلدي. اه ده الناس اللي بتغش. وهي مغشوشه. دي الناس اللي بتغش. النعم البلدي اه بتاخديها ونسمع العادي. اهي يا جماعه لبن حليب برضه بجيب لبن حليب. اه 10 الزبده اهي يا جماعه، زبده جميله. اهي دي الزبده. قلتي لي بكام بقى؟ حسام ايوه قلتي لي بكام؟ 220. ب 220 اهي يا جماعه. ماشي. والبيض بقى قولي لي البيض بكام؟ 11 ب 50. ايه؟ 11 ب 50. ال 11 ب 50 اه. وما عندها كمان جبنه قريش بكام الجبنه؟ 70 جنيه. ب 70. والمش عندك بكام؟ كيلو ب 50. كيلو ب 50. لا ما انا مش هجيب بيض، انا عارفه المره الجايه هجيب بقى علبه. وزي ما سمعتوا كده يا جماعه، طب امتى بقى نقول نخزن بقى ونشيل بقى الزبده بقى؟ هي كانت تقريبا مخلوطه واللي قالت الكلام ده نبتدي ناخد الست اللي كانت الزبدة في قاعده أول جنبها، واحد. وهي مش بتاعت زبده خالص اللي قاعده جنبها عشان ما حدش يقول ان هي أيوة. عشان تبيع او حاجه. لا هاتي أنا هاتي كانت هاتي القالب اللي انت طلعتيه ده. بصراحه، وانا كمان المعلومات دي مش عايزة عارفاها يعني؟ اصلا، ففعلا الزبده بتاعتها ما كانتش زبده بلدي. طيب تعالوا بقى بينا كده، طب امتى نخزن الزبده؟ الشهر دوت شهر طوبة بيبقى الزبدة فيه حلوة. طب تعالوا نسمع كده كمان يا جماعة حد بصوا تاني الزبدة. عن الزبدة. شكلها ما شاء الله حلوة دي يا جماعة، يعني هي الست صراحة صادقة جدا. الأولانية دي ب 240، دي مش مخلوطة، يعني مش المخلوطة هي 200 جنيه. بصوا الزبدة شكلها ما شاء الله حلوة دي يا جماعة، يعني هي الست صراحة صادقة جدا. الأولانية دي ب 240، دي مش مخلوطة، يعني مش المخلوطة هي ب 80 جنيه يا جماعة. الزبدة هي ب 80 جنيه اللي هي المخلوطة. والبيض عندك بكام بقى؟ 5 جنيه. بص عندها الخاص ما شاء الله. بكام ربطة الخاص دي عندك؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه الربطة، فيها 5 بتاعت المسامة اهي. وعندها بكام اللفت عندك؟ عايزه اقول لك ان انا باجي السوق هنا وصورت مع حد بيجيب زبده، ومن كلامه حسيت ان الزبده مغشوشه. وانا بصي ما بصورش حاجه غير لما اكون في حاجه اكون انا واثقه منها. في ناس كتير عايزين مني زبده، بس بصراحه انا مش ضامنه ان انا على مصداقيه ان حد ياخد زبده وتطلع مغشوشه. لا طلعت مغشوشه بتاعتي. لو طلعت مغشوشه بتاعتك اي وقت ما تدفعش فلوس الا بصي، يعني الست دي انا ضمنها برقبتي على فكره. يعني حد كده انا بجيب منه كل حاجه، من خضار لزبده لجبنه بط وفراخ وكل حاجه. بتقعد يوم الخميس في سوق الخميس، هتلاقوا عندها بصراحه كل حاجه. فحبيت كده اصور لكم في كذا مكان من كذا حد في سوق الخميس. ولو عايزه بقى يعني قولي لي، اكتبي لي كده في الكومنتات عايزه ايه تاني اصورهولك، واي معلومه اكتبيها لي كده في الكومنتات وانا هرد عليكي على طول. واتمنى ان تشير الفيديو لكل اصحابنا وكل حبايبنا علشان خاطر يستفيد بالمعلومه، لان ناس كتير بتقع وبتتغش في موضوع الزبده اليومين دولت. وطبعا مفيش حاجه رخيصه اليومين دول، فيعني ايه
خلينا نفيد ونستفيد من بعض كده يا جماعة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وانا مش ناسية حبايبي اللي طلبوا مني اسواق هنزل اصورها لكم، واكتبوا لي كمان في الكومنتات عايزيني اروح اصور فين تاني. واشوفكم على خير، احلى واجمل اخوات في الدنيا. اتمنى ان انا اكون فدتكم حتى لو بمعلومة بسيطة، واشوفكم على خير احلى واجمل اخوات، واسيبكم في رعاية الله الذي لا يغيب ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.